السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة وصفتنا هتكون عبارة عن البرياني العراقي. عايزة اقول لكم يا بنات ان هو بجد طعمه تحفة. مجموعة من الخضار مع رز بسمتي مع شعرية. المكونات كلها اتدخلت مع بعض فادت نتيجة روعة، مش قادرة اقول لكم. المهم ان هو مراحله كتير زي الكشري، وبيبقى ليه حلل كتير ومواعين كتير. فانا حاولت ان انا اختصر كل دوت في حله واحده. عايزه اقول لكم يا بنات ان انت المفروض بتشوحي الشعريه وبتحمريها. الوصفه الاساسيه كده انا هعرفكم برضو عشان تبقى عندكم علم. المفروض ان انت بتشوحي الشعريه وبتسويها لوحدها، والبسله والجزر وبتسويها لوحدها. بتقطعي البطاطس مكعبات وبتقليها في الزيت، وبعد كده بتطلعيها وبتسيبيها لوحدها. بتشوحي الرز بسمتي وبتديه 3/4 سوا وبتسيبيه لوحده. بتسلقي دبابيس فراخ او اي قطع من الفراخ على عدد افراد الاسره بتاعتك، يعني بتسلقيها في حله لوحدها. فانا قلت لا يعني كتير قوي، طب ما احنا كده كده الشعريه والرز هيستووا. جيت بقى عملت ايه؟ حطيت معلقه سمنه على معلقه زيت، ورحت شوحت الشعريه وحمرتها زي ما انتوا شايفين معايا، عادي كانك بتعملي رز عادي. ونزلت بالرز البسمتي عليها زي ما انتوا شايفين كده، كاني بعمل رز بشعريه عادي يعني. وبدات اقلبهم. كانت البطاطس معايا جاهزه، قشرتها وقطعتها وقليتها في الزيت. بطاطس مقليه يعني عادي متحمره بس مكعبات، تمام. عندي الجزر والبسله متفرزين. انتي لو مش متفرزين عادي هتبقي مجهزاهم برضو ومقطعاهم. ضفتهم على الرز والشعريه وهما نيين. قلت عقبال ما الرز يستوي بالميه بتاعته هيكون الخضار استوى، لان كده كده انا عملت قبل كده رز بالخضار وكان مستوي وكان طعمه تحفه. هبدأ هنا يا بنات ان انا نزلت نص ميه ونص شوربه. يعني سلقت، كنت عامله دبابيس فراخ سلقتها. اخدت الشوربه بتاعتها على الرز بتاعي والخضار، وكمان ضفت ميه من ده على دي. هنا بقى لو انت هتعملي كل حاجه لوحدها زي ما انا قلت لكم في البدايه، لما تيجي تحمري او تشوحي الرز، حطي معاه بقى التوابل بتاعته، الكركم والكاري والحاجات دي. انا طبعا عشان انا عامله الشعريه والخضار كله مع بعضه، فبعد ما ضفت الميه ضفت التوابل. التوابل عباره عن ايه؟ ملح وفلفل وكركم وبس، ما ضفتش اي حاجه تانية. لو انت عندك توابل اللي هي التوابل بتاعت الفراخ يعني، او البرياني والكلام دوت ضيفيها. مش متواجده عندك ملح وفلفل وكمان كركم او كاري وبس كده، شكرا، مش عايزه اي حاجه تانية. ظبطت الدنيا بقى بتاعتي وحطيت التوابل اللي انا عايزاها وملحت الخضار والرز بتاعي وغطيتهم وسبتهم بقى على نار هاديه، بياخدوا ويدوا مع بعض. اول ما بيتشرب بديله تقليبه. اول ما الخضار والرز بيشرب الميه بتاعتي او الشوربه بديله كده تقليبه شويه، وبعد كده لو احتاج ميه او شوربه بضيفله، مش محتاج بسيبه لحد تمام السوا. بعد ما بيطلع بقى الدبابيس بتحمريها عادي، بتقليها او بتدخليها الفرن وبتقدميها بالشكل ده. بجد طعمه تحفه تحفه تحفه، جربوها يعجبكم جدا زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. اتمنى الوصفه تعجبكم.